بالنسبة لكليوباترا السبعة، ادي كليوباترا. كليوباترا كان ليها أخين اتنين. أول واحد اسمه بطليموس ال13 وبطليموس ال14، وهي كانت متزوجة من واحد اسمه يوليوس قيصر. يوليوس قيصر ده شغال ايه؟ هقولك ده كان حاكم روما. يبقى كليوباترا متجوزة يوليوس قيصر ولها أخين بطليموس ال13 وبطليموس ال14. المهم كليوباترا السبعة ويوليوس قيصر حصل يعني إلى حد ما خلاف ما بينهم وما بين أخوها اللي هو بطليموس الكام؟ ال13. قامت حرب كبيرة بين كليوباترا السبعة ويوليوس قيصر مع بعض ضد بطليموس ال13. سمينا الحرب ديت إيه؟ حرب الإسكندرية. وفي الحرب ديت غرق بطليموس ال13. طيب المفروض مين اللي يجلس مكانه في العرش؟ بطليموس ال14. وهنا يوليوس قيصر يتدخل ويجلس كليوباترا السبعة بجوار أخيها اللي هو بطليموس ال14. فكليوباترا السبعة كان لها ابن من يوليوس قيصر، طفل صغير. فالمهم هي كانت عايزة تخلي ابنها هو اللي يقعد جنبها في العرش مش بطليموس ال14. قامت راحت تخلصت من اخوها التاني اللي هو بطليموس ال14. ليه؟ علشان تجلس ابنها من يوليوس قيصر. بعد فترة يوليوس قيصر دهوت يتم اغتياله في روما، يعني ايه؟ يتقتل. وبعد ما يتقتل الامبراطورية بتاعته تتقسم على اتنين، واحد اسمه أنطونيوس وواحد اسمه أوكتافيوس. هو عشان تكون عارفة كليوباترا السبعة حلمها كانت عايزة تحكم روما. فراحت هناك وقالت لهم يعني أنا عندي طفل من يوليوس قيصر المفروض هو اللي يحكم ويبقى وراثة العرش ليا أنا وابني، ولكن طبعا ما اعترفوش بالابن ده يعني. فالمهم الإمبراطورية بتاعته اتقسمت ما بين أنطونيوس وما بين أوكتافيوس. فكليوباترا السبعة يعني قالت لك عشان أحكم روما لازم نتجوز واحد فيهم. قامت راحة لأنطونيوس وعزمته عندها في مصر، وجاء أنطونيوس وحب كليوباترا السبعة وتزوجوا. وكان في اتفاق ما بين أنطونيوس وما بين أوكتافيوس إن أي أراضي يعني يسيطروا عليها يضموها لمدينة روما علشان يوسعوا الإمبراطورية. ولكن أنطونيوس كان بيدي لكليوباترا السبعة هي وأولادها الأراضي اللي كان بيضمها. طبعا مين اللي زعل من الكلام ده؟ أوكتافيوس. فأوكتافيوس زعل من أنطونيوس وحصلت حرب كبيرة ما بينهم. سمينا الحرب ديت اسمها معركة أكتيوم البحرية. في المعركة ديت انتصر فيها أوكتافيوس على أنطونيوس. وأنطونيوس بسبب هزيمته وعلشان يعني أوكتافيوس ما يزفوش في شوارع روما يعني ينتحر. وكليوباترا السبعة أول لما تسمع خبر انتحار أنطونيوس تخاف هي كمان وتنتحر. وما بقاش في الآخر غير مين؟ أوكتافيوس اللي يسيطر على مصر وترجع مصر ولاية رومانية أو تصبح مصر ولاية رومانية. تمام؟ فهمنا إزاي سقطت دولة البطالمة؟ تاني بنقول إيه؟